السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا عارفين اليومين دول الجو عامل ازاي، برد جدا جدا جدا. واليوم ده انا حبيت كده اعمل اخر اليوم بعد مشقة وتعب، وهقول لكم ليه دلوقتي. اعمل كده جو رومانتيكي جميل هادي كله دفى، ومش هيجي الدفى الا لما اولع وحدتين كده، كام وحدة فحم عشان يدفونا ويدفوا الأوضة. وطبعا معاها شوية تسالي واستفندي. وطبعا من الكيك اللي انا كنت عاملاه تورته، كنت اوردر كنت مطلعاه النهارده في نفس اليوم يعني، فقلت لا اخد تورتايه كده، ما كنتش انا لسه جلست دي، قلت اخد تورتايه ونعمل كوبايتين انا وبنتي نسكافيه. طبعا جوزي نايم لاني لو شافني مولعه فحم هيقعد يزعق، فانا حبيت بس كده ادفي لان الاوضه كانت برد جدا واحنا كنا تعبانين من يوم مشق. هقول لكم ليه دلوقتي، كان كله برد برد برد، كانت ايدي بصراحه ما كنتش حاسه بيها. طبعا مع الجو الجميل ده لازم اشغل التلفزيون ونتفرج على حاجه كده مسليه. الاوردر ده انا كنت عاملاه، هوريلكم في اخر الفيديو التورت اللي انا كنت عاملاها، وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبتكم قولوا لي انهي احسن واحده حلوه يعني. فانا كنت مطلعاه يعني للبيع، وخدت التورتيه دي وهنقطعها دلوقتي عشان ناكل منها حته كده مع النسكافيه. السوداني ده السوداني بالشطه جميل جدا جدا جدا. وبنتي بقى جابت حاجه كده تهوي بيها، عاوزه يعني تزود النار، بس انا قلت لها لا سيبيه بس كده على الصهد. حلو قوي موضوع الفحم ده، بيدفي اللي ما عندوش دفايه، بس اهم حاجه تسيبي باب الاوضه مفتوح او الباب الشباك فيه سرسوب كده يدخل هوا بسيط، بس انا سبت الشباك مقفول وفتحت باب الأوضة عشان بس ايه الدخنة بتاعت الفحم غلط يعني على الصدر وكده، خطر مش غلط كمان خطر. المهم بنتي كانت عايزة تقطعها من النص، قلت لها لا هنقطعها تقطيعها لان التورتة دي مقاس 16، فاحنا عاوزين يعني احنا 4 افراد عاوزينها تكفينا اكتر يعني كمية يعني كبيرة ان هي تكفينا، فبقطعها كده. دي انسب تقطيعه للتورت الصغيره، ان انت تقطعيها شرايح شرايح كده وتقسميها بالنص، كل شريحه نصين بتكفي يعني. بس بقى عاوزه بوريكم ان هي مغرقانه جوه صوص فراوله وموز، كنت مقطعه لها موز بس الموز يعني في الطبقه الاولانيه من تحت فمش باين، بس جميله طعمها كان تحفه بصراحه، حلوه قوي قوي. وسكرها مش قاصع، انا ما بحبش اخلي الحاجه سكر قاصع قوي، بخليها تحس بطعم التورته كده جميله جدا. هبقى اوريكم الاوردر اللي انا عاملاه في اخر الفيديو. طبعا بقى ايه، فرشه ملايه على الارض عشان السجاده دي بتبقى فاتحه قوي فبتتبهدل. والسوداني طعمه جميل جدا بالشطه كده وحلو، كل يوم نجيب منه انا وبنتي، ادمناه بصراحه. وعاوزه اقول لكم بقى اليوم ده انا قمت الصبح بدري جدا، خلصت التورت دي جلستها وخلصتها وزينتها، ورحت بقى وديت جزء منها لناس يعني انا كنت مقسماهم، وديت 4 لناس وباقي كمية. فانا كنت ورايا مشوار، كنت رايحة عرض بتاع ابن اختي في اكاديمية الفنون الثقافية اللي هي في الهرم، مش عارفة هو اسمها كان صح كده ولا لأ. المهم يعني برضو هوريكم جزء من العرض جميل جدا، هتنبسطوا وهتقعدوا تضحكوا. انا حطيت يعني في الفيديو ده جزء من العرض. فاليوم ده كان مشقة جدا، روحنا بقى العرض ده كانت الصالة مفتوحة من بره فكانت برد جدا جدا جدا، فسقعنا. فروحت بقى البيت كنت تعبانه قوي، روحت وبعدين نزلت خدت الاوردر التاني ووديته للناس التانية، وبعدين طلعت بقى قلنا لا لازم نتدفى. هخليكم تسمعوا بقى جزء من العرض، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للفيديو. مع السلامه. هتاخد وتدي معايا في الكلام. انتوا اصلا مش شافعين. عندك يا استاذ يعني مثلا في مثل بيقول افتكرته معاك ايه؟ تسوى ايه؟ معاك؟ ما تسواش. طب انا معيش. يعني انا مسواش؟ يعني انا مسواش القرد؟ انا من رخيص، ده انتوا مجانين وغيرهم كتير يا استاذ. اللي يخبي العفريت يطلع، واللي يخبي انه ما يجيش تحت منه.
اللي ما يعرفكش ما يعرفكش. فين الحكمه في كده يا جماعه؟ انتوا عايزين تجننونا ولا اي حاجه يا استاذ، في حاجات لو قلناها لحد من بره هيضحك علينا. يعني مثلا اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. قول لي ازاي؟ ها لو قلناها لحد هيمسكنا تريقه، عشان العقل بيقول اقلب القدر على فمها يديني فول منها ونعمة ربنا تقع على الارض. طب واحد تاني يا جاري انت في حالك وانا في حالي. اسمع صباح الخير يا جاري، انت في دارك وانا في دارك. لما هو في داره